ليه كل الناس في أفكارك هاضمين حقك وجايين عليك؟ على سبيل المثال بنت بتحبها سابتك، أو صاحبك باعك وغدر بيك. لو انت شايف ان الموضوع ده عيب من الناس وان الناس هي اللي وحشة وانت اللي طيب، تبقى غلطان وتبقى بتلعب دور الضحية. طب ايه الحل عشان تتفادى اللي بيحصل معاك ده؟ انت لازم تعمل في حياتك دوائر علاقات، وكل دايرة أقرب ليك بيبقى فيها عدد قليل من الناس، ودول اللي بيبقوا قريبين ليك جدا وبتثق فيهم، فلازم تنقيهم وتختارهم بمنتهى العناية. والدوائر التانية بتبقى للناس الأقل أهمية في حياتك، ودول اللي هتقضي معاهم وقت قليل من يومك. لو حصل وكان في شخص مثلا طلع مش كويس من الدايرة الأولى، نزله للدايرة التانية، وهكذا وهكذا. الناس كانت بتخترقك وبتضرب نقاط ضعفك بسهولة، لأنك معرفتش تحمي حدودك ومعرفتش تحسن اختياراتك، وإن اللي اتاخد منك انت اللي سبته بإيدك. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. انضم لينا على جروبات المنصات التانية، احنا مستنيينك، هتلاقي اللينك في البايو.